انا كنت اخليك تخشي الاول كده كده قشطه. ايوه انا هسالك. ايوه في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الاول واقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. ايوه خش عليا. كليشيه قوي والله. لا مش عاجبني، خش على اللي بعده. لا يعني بس حاول تمسك نفسك، ما تبقاش انت كليشيه قوي. هحاول بس ما مش قادر اوعدك. اشمعنى انا؟ بص استفيد بقى في المميزات والحاجات واول ما عيني شافتها. اشمعنى انت؟ بصي هو انت قبل لما تكوني انت موجوده ايوه كان في فتره طويله قوي من اللي هو لا هو يا اما حد انا عايزه يا اما لا. طولت شويه في الموضوع ده بقى لحد ما شفتك يعني. ايوه ممكن نخش في مميزاتي بقى. ما هو اشمعنى انت بقى؟ ممكن يبان الموضوع سخيف شويه او اهبل شويه يعني، بس انت هبله حبتين وده حاجه انا بحبها الصراحه. يعني ابدا بالحلو طيب وخش في لا ما دي الحاجة حلو، الآخر ما دي ماشي، حلو ماشي، والله. تمام اوكي. ما اصل الهبل يعني مش لازم تشرح لي. ممكن يبقى حاجه حلوه حاجه وحشه، فاهمه؟ you're funny. ايوه جدا طبعا. ودي حاجه يعني بالنسبه لي مهمه جدا. ايوه you're a gamer. ودي حاجه طبعا يعني عشان تقعد على الكمبيوتر بتاعي بالظبط. يعني كنت اتجوزت حد مش بيلعب جيمز، ما هلعب عنديش جيمز على كنت هتلعب الكمبيوتر جيمز مين دلوقتي؟ اكيد ما انا ما كنتش اعرف، بس مش حاساك قلت مميزات كفايه، بس ماشي. ما هي دي الهيت بوينتس، ما عشان كده بقول دي الهيت بوينتس. انا قعدت اقول لك كفايه يعني مش هخلص يا حبيبتي يعني. ايوه اكيد طبعا. استر يا رب. انا عايز اسالك السؤال ده بس انا عارف ان هو هيجيب لك يعني تريجرز مش واحد، تريجرز كتير. ايه رايك في فرحنا؟ ايه احلى حاجه فيه؟ ايه كان نفسك يحصل بس ما حصلش؟ ليه السؤال ده؟ شفت التريجرز؟ طب واحده قول اول حاجه. ايه رايك في فرحنا؟ بص هو يعني as disappointed as I was في حاجات كتيره في الفرح، يعني ما حصلتش زي ما انا كنت عايزاها تحصل. بس لا يعني لو رجع بينا الوقت مش هغير حاجه في الفرح الصراحه. هو بالنسبه لي كان بيرفكت بكل حاجه حصلت فيه، بكل حاجه عشوائيه حصلت فيه، يعني مش هغير اي حاجه في اليوم ده. ايه بقى اللي فاتي؟ ايه احلى حاجه فيه؟ احلى حاجه فيه كانت ان هو شبهنا قوي. ايوه يعني تحس ان هو فرحنا شبهنا، سيمبل ومش يعني مش مبالغ فيه ومش مقفورين في حاجه وما عملناش حاجه بالظبط مش كليشيه، ما عملناش حاجه مش مقتنعين بيها. يعني الفرح كان احنا من اوله لاخره. ايه اللي انا ممكن اغيره بقى في الفرح؟ انا عارف من غير ما ايه تقولي. اللي انا ممكن اغيره في الفرح ده؟ ان انا يعني انت عارف اكيد انا قعدت بعديها قد ايه بشتكي من الموضوع شهرين تقريبا 3 يعني، واحنا اصلا مسافرين شهر العسل كنت بشتكي من الموضوع ده، واحنا في البحر كنت بشتكي من الموضوع ده. قعدت شهرين 3 بشتكي من الموضوع ده، ان انا في ناس كتيره ما عزمتهاش. انا سبتك ونزلت تحت الميه اصلا بالظبط، وانا كنت اللي هو عماله بقول لك انا متضايقه قوي من الموضوع كده ومكمله برضه. في ناس كتيره ما عزمتهاش عشان احنا كان العدد ريستريكتنج جدا، عشان طبعا التكلفه اوريدي كانت كبيره جدا. ما كنتش اعرف ان الافراح اصلا بتكلف المبالغ دي ات اول. لا بالنسبه لي الفرح كان بيرفكت زي ما هو، مش هغير فيه اي حاجه. ما اعتقدش برضه ان انا كنت اغير حاجه فيه وانت اصلا مش فارق معاك اي حاجه، انا اللي مختاره كل حاجه، فانت مش هتغير حاجه منطقي. لا ممكن اغير الترابيزات بتاعتي مثلا. الترابيزات كانت حلوه، the center pieces were fine. ده سؤالين. اول حاجه ازاي ممكن جوازتنا تبقى ناجحه جوازتنا. تاني حاجه ازاي نقدر نحافظ على جوازنا 30 و40 سنه. كوميونيكيشن. ايوه ان يبقى في على طول حوار رايح وجاي، في كلام، في حتى انت بتنسى نص الكلام والحوار ده مش مهم، بس مش مهم بس يبقى في حوار. لو قلناه كفايه اكيد مش هيتنسى في مره من المرات. هو بيتقال وبيتنسي بس يعني ماشي مش مهم. اصل هو لو ما فيش حوار في حاجه من الاثنين، يا هفضل انا حاجات تحصل وتعدي من غير ما اتكلم فيها، والعكس صحيح طبعا. ايوه فديرفور هتيجي ات سام بوينت هتلاقي نفسك بتفرقعي بفرقع. ايوه لا هو طبعا الكوميونيكيشن مهم جدا. تاني حاجه مع ان هي ممكن تبقى بروتال شويه هي الصراحه. انا شايف ان حتى لو في كدبه صغيره هنا وهنا 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 الموضوع هيبقى اكيوميليتيف برضو، هيبوظ العلاقه من غير داعي. مش عارف، ممكن تقولي رايك انت برضو لو عايز. هو انا شايفه اكيد برضو الكوميونيكيشن، بس انا شايفه ان يبقى الكوميونيكيشن ده ليه نتيجه، يعني ليه توابع. يعني في ناس بتكوميونيكيت مثلا ان انا مش عارفه اعمل كذا وكذا او متضايقه من كذا وكذا، وبعدين ما بيبقاش في تغيير. فانا بالنسبه لي لازم يبقى على طول الطرفين مستعدين ان هم يشتغلوا على نفسهم. دي فعلا ابريكو. عشان كده بدخلك معايا اهو، ده شغل عادي الصراحه. ايه اكتر حاجه احنا مميزين فيها مع بعض؟ يعني اي ثينك موضوع ان احنا للاسف موضوع ان احنا جيمرز.
وبنحب الانمي وبنحب الكوميكس، يعني ما اعتقدش ان في اتنين متجوزين اللي هو بتبقى خروجتهم ان هم يروحوا السايبر. دي حاجه مميزه يعني. اي نعم بقعد اشوف نظرات غريبه كده ان احنا اللي هو داخلين خارجين يلا نروح السايبر، بس يعني ان احنا عامه عندنا الانترست ده او الاهتمامات دي حاجه انا شايفه ان هي بتميزنا. لان مفيش ناس كتيره نعرفهم عندهم نفس الاهتمامات دي، او بيبقى بالنسبه لهم مثلا حلم حياتهم ان هم يروحوا اليابان يحضروا كوميك كون مثلا او يعملوا كوسبلاي سوا يعني. فانا شايفه ان دي حاجه دي اكتر حاجه بتميزنا يعني. هي دي ديفايننج فيتشر فعلا. لما تاخدي حاجه مميزه فعلا في العلاقه كلها ما اعتقدش ان في حاجه اكتر من دي يعني. ما اعتقدش ان في حاجه يعني اسوأ ولا اكتر من دي يعني. هي قبل ما تتجوز كنت متخيل حاجه معينه عن الجواز، يعني كنت متخيل مثلا صوره معينه عن الجواز. ايه طلع بعد ما اتجوزنا شبه اللي انت متخيله، وايه كان مختلف؟ ما تقولش حاجه عن الاكل ولا المطبخ، ماشي؟ ما تقولش، ما تتكلمش، مش لازم اجاوب بصراحه. لا مش في دي، لا بس مش حاجه، ما تقولش حاجه الصراحه اهم حاجه في العلاقه لسه قايل اهو من شويه. مش تفتح خد راحتك. ماشي. هو انا كنت عارف يعني، اللي كنت عارف ان هو هيبقى صعب، ان الجواز فعلا مش سهل. ايوه. ان الواحد يفتح بيت عامه مش سهل، فاهمه؟ ده انا كنت متوقعه من قبل ما اخش، وده فعلا دي كانت في الاكسبكتيشنز بتاعتك وده حصل. This has brutally met the expectations. بالذات احنا في مصر. هو انا بالنسبه لي الموضوع يعني كان اسوأ ما انا تخيلت الصراحه. لا انا كنت متخيل ويعني طلع تمام. هو صعب فعلا، بس في نفس الوقت زي ما هو الجواز او ان الواحد يكون اسره او يفتح بيت دوت صعب، في نفس الوقت برضه حلو وجميل. يعني انا ببقى وانا طالع وانا رايح الشغل مثلا، لا ببقى I can't wait to get back home، فاهمه؟ فانا ما كنتش عارف الاحساس ده عامل ازاي برضه. يعني دي حاجه من الحاجات اللي ما كنتش متوقعها قوي او ما كنتش متخيلها عشان ما عشتهاش قبل كده، فاهمه؟ اللي طلع مختلف عن الاكسبكتيشنز. قول الاكل، انت عايز تقول الاكل صراحه. قول انا عارف. اصل الاكل ده ملوش علاقه بالجواز عامه، لا يعني ده ليه علاقه بيك انت. في ناس في توقعاتها بتبقى متوقعه ان هي تتجوز بقى تاكل محشيات وحاجات وبشاميلات. لا حبيبتي، وانا عارفك من 7-8 سنين. فانت عارف ان مش توقعات مش توقعات اصلا. طب حلو، شفت يعني انا كنت اوريدي مبينه لك البوادر. انت ما اتفاجئتش بالظبط، يعني ما خدعتكش في حاجه. لا الصراحه يعني لا، ما حسيتش ان انا مخدوع. متوقع ايه مني في جوازنا؟ ماشي بص، هو انت اوريدي الصراحه يعني مسؤول بنسبه كبيره جدا، واوريدي يعني متولي حاجات كتيره جدا في البيت وفي الجواز وكده. فبالنسبه لموضوع المسؤوليه عامه ده، انت you're already there، فما فيش expectations اكتر من اللي انت بتعمله عامه. متوقعه ان انت تخرج سنه من الكومفورت زون. برضو انت عندك جزء كبير بتبقى في الكومفورت زون كده. ده حقيقي. اللي هو لو احنا هنا وكويسين والوضع كويس بس خلاص مش عايز حاجه تاني، فبتبقى في اوقات كتيره ستوك في الكومفورت زون. في حين ان انا شايفه ان لا، انت يعني عشان يعني جوازنا عامه يكمل ويعني نبقى احسن في الفيوتشر، وان شاء الله يعني في يوم اما ما نبقاش انا وانت بس. لا انت لازم تخرج من حته الكومفورت زون دي، تاخد ريسكس عشان الجواز بتاعنا، تاخد ريسكس عشان يبقى في حاجات احسن او في فرص احسن او في عامه فرصه للفيوتشر احسن. فان انت تخرج من الكومفورت زون ده، وان انت تبطل تقعد على الكمبيوتر بتاعي، تقعد على الكمبيوتر بتاعك كلها يومين واجيب المكتب وما تقعدش على الكمبيوتر بتاعي. لا ما تردش، ما تجاوبش. انا هقول لك بس ما تقولش. اكتر صفه نفسك اغيرها، صفه واحده نفسك اغيرها، مش واحده، ومش لازم تبرر، ما تعللش، قول الصفه بس. تقلع وحالك ان في حاجات كتيره. ما انت عمال تقلب، انت فيكي حاجات غلط اصلا. هي طبعا يعني ما فيش غير حاجات غلط. عدم الصبر. انا صبوره جدا وكدابه جدا. انا صبوره جدا وكدابه جدا. انا اصبر حد ممكن تقابله. يعني هو في حاجات تانية ماشي كل حاجه، بس انا شايف ان انت موضوع ان انت مش صبوره عامه ده ده سيء جدا. اوف، انا عايزه كل حاجه دلوقتي حالا. عدم الصبر دوت فعلا يعني انا ما عنديش صبر بينزل تحتيه حاجات كتير قوي، فاهمه؟ يعني بينزل عليه حاجات كتير جدا. فانت لو بقى عندك شويه صبر زياده هيفرق في شخصيتك تماما. تماما، انت مش متخيله بجد والله. يعني والله انا نفسي برضه، الموضوع برضه بيضايقني جدا. يعني تشوف انت هو مؤثر معاك ازاي، انا مؤثر معايا جدا. حاجه متحمسه ان احنا نعملها سوا في المستقبل. اكيد ان احنا نسافر، يعني نسافر عامه بره مصر في البلاد اللي احنا عايزين نسافرها. يعني انا سافرت لوحدي وانت سافرت لوحدك، بس احنا ما سافرناش سوا بره مصر. وبعدين انا عارفه ان احنا في كذا بلد احنا يعني الاثنين نفسنا نروحهم، عشان احنا بنحب فيهم نفس الحاجات ونفسنا نزور نفس الاماكن. يعني نفسنا نروح ديزني لاند سوا، انا اروح ديزني لاند لوحدي. بس يعني
اما نروح انا وانت هيبقى الموضوع مختلف. دي حقيقة. فنفسي طبعا ان احنا نسافر سوا. وكوكو يعني صدقني الباسبور بتاعه جاهز، بس تخيلي يعني كوكو مش عارفه. في ديزني لاند. كوكو في ديزني لاند. كوكو اصلا في البحر كان اوريدي مهايبر، فانا مش والله متخيله في بجد. ديزني لاند هيعمل ايه. دي الحمد بالنسبه لله. لي فعلا هي البرايورتي. انا انت إيه، مين؟ انت انا. طب شايف ايه أيوة. اختلف في شخصيتي؟ للاحسن اختلف. ماشي. شايف ايه اختلف في شخصيتي للاحسن؟ يا الرياكشن اللي على وشك بص اتحول في ثانيه. من ساعه ما بقينا مع بعض. دي بقى قول ديتيلز براحتك. براحتي. يعني عادي. اكيد اتحسنت. قول الطبخ يا سيدي، قول اي حاجه. ما انا ممكن اقول أي طبخ بس حاجة. مش عايز حاجه تبقى تافهه يعني ما- عايز اجيب لان انت ما اتحسنتي قول في حاجات كتير، قول والله. كتير يعني هو انت عادي. اتحسنتي في الطبخ الصراحه بامانه يعني. انا تعبت شويه. الجرثومه جات لك من الميه ايوه انا تعبت شويه. مش مني. في حاجات كنت باكلها ما كنتش عارف انا باكل ايه. بس مش ده مهم. بس ده مش مهم. بس كنت كويس. كنت ايوه بس بتاكلها لا كان وكنت في صينيه لازانيا عالميه الصراحه. طب شفت. أنا وفي يعني. التانية اللي لزقت وكلناها من قعر ايوه وفي شوربه مشروم انا يعني بستناها فارغ الصبر بمشروم فريش الصراحة. يعني شوربه مشروم بالمشروم. ده كان ديفلوبمنت ما كنتش ولا متوقعه. أنا. ده فاست فاهمه ده عشان يعني. الواحد بيصلي العصر قبل ما يطبخ. ما توقعتوش بالسرعه دي. ايوه ولا انا فاهمة؟ توقعت والله. هو اليوتيوب الصراحه. ربنا يبارك لنا في اليوتيوب فعلا. انك بقيتي مور اكتف. انا على طول اكتف. لا انت على طول مبلطه. لا انا على طول اكتف. انت على طول مبلطه. انا اسمي عنان اكتف. اسمك علام بلاطه. لا انا طول حياتي اكتف. اسالهم هو معايا في الكليه، اسالهم. اسمك علام بلاطه. عارفه بقول لك ايه؟ ان انا بزقنا نعمل حاجات في الحياه آه، يعني وكده. آه. ما هو ده عشان يعني لو انا ما زقتناش انت ما بتزقناش فاحنا هنموت. بالظبط. فانا لازم اللي هو ايه ده، طب ما يلا ينزل، ايه ده نشوف اصحابنا شكلهم ايه كده. ايوه انا لو انا لو اطول ده عشان انا ما حدش بقى بيعمل. انا لو اطول هقعد على طول. ايوه ما انا عارفه. لو اطول انا انتروفيرت جدا ما بحبش احتك. لو قعدت في مكان فيه ناس كتير فتره طويله لا اروح اخش الحمام. ايوه ما انا عارفه. ما احنا بنبقى عاملين عزومه عندنا في البيت وانت بتقوم تخش الحمام. او بفتح عليك في الليفنج الاقيك فاتح الكمبيوتر وبتلعب والناس قاعدين بره وانت لا بتلعب. بيبقوا ناس معايا عادي. مش مهم. فانا انا عارفه. ايوه فدي حاجه انت اتحسنتي فيها يعني. انا اتحسنت يعني. انت بقى ممكن تفكر تتحسن في الموضوع ده. لا ما خلاص لا. اللي راح. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك وعايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. نشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. خلاص كده ولا مش الجو؟ تمام.